قال لي منين وصلت عندهم بديت كنهضر في اي حاجه كتجي على بالي، وانا كنهضر كنشوف كل بنت في عينيها. زدتهم جوج نكات. هضرت مع تيتيزا في ودنيها، قلت ليها راني كنحشم من صحاباتك، واش ممكن نهضر معاك؟ ضحكات وبلا ما نتسنى الجواب ديالها جريتها من يديها، ولكن اهم حاجه هي شفت ليها في عينيها. جاوبته ما فهمش هاد القضيه ديال شفت ليها في عينيها. قال لي هذيك التيتيزا ديالك منين هضرتي معاها حضرتي عينيك؟ قلت ليه نعم. جاوبني كامبو، ما كانش خاصك تحضر عينيك. داكشي اللي شافت عيني وديك الجمله بسيطه خلاتني كنفكر في امور بطريقه مختلفه، وطرحت على راسي بزاف ديال الاسئله. صاحبي ما كانش وسيم، ولكن كان شجاع. اذا الاعجاب ما عندوش علاقه بالجسد، وحتى الاعجاب ما عندوش وقت طويل. صاحبي يقدر يتصاحب مع بنت غير في بضع دقائق، ولكن الحاجه اللي عجبتني هو أنه يمكن لي نخلق الإعجاب في قلب أي فتاة. ولكن السؤال المطروح هو منين خاصني نبدأ؟ شنو هي الحاجة اللي خاصني نبدأ بها الأولى؟ قريت كتب على العلاقات بين المرأة والراجل، ولكن ما لقيتش داكشي اللي بغيت. أنا كان خاصني ندخل الميدان. هذا هو الحل. أول حاجة غادي نبدأ بها هي الشوفة. قبل كنت كنتجنب نشوف في عينين الناس والتيتيز خصوصا، كان الأمر كيحرجني. كنت ديما كنشوف في الأرض، ومني كانت كتحط عينيا في عينين شي بنت كنت كنحضر عيني بين ما هي كتبقى تشوف فيا. وهذا التصرف كان نتيجة ان البنت كتغلبني نفسيا، كتزيد ثقتها في راسها، بينما انا كيجيني الاحراج وفي الاخير الاحباط، لان دوك الشوفات ديالها سريعا ما كتغير من الاعجاب والفضول الى الانتصار والتمياك. يعني كتميك عليك زعما رغم انها ما كتعرفكش. ولكن هذه هي اللعبة ديال النظرات، كانت كفيلة باش تعطيها فكرة عليا. غريبة هي رياضة الأعين، ولكن الأمر غادي يتغير سرعان ما لاحظت تغير. أولا منين بديت كنشوف في البنات بلا ما نحضر عيني، بديت كنشوف بلي البنت ولات كتبتسم، وما أجمل ابتسامة الفتاة كتبتسم حين تعجبتها. واللي عرفت من بعد هو أن البنت كدير لك امتحان بسيكوتلواتولوجي، هو جد بسيط بالنسبة لها. غادي نشوف فيه إلا حضر عينيه راه ما في يديهش. إلا ما قدرش يتحداني غير بالشوفة وخاف وتخلع مني، كيفاش غادي نعول عليه فشي علاقة بيناتنا؟ أنا بغيت راجل نعول عليه الكلمة ديالو تكون هي الحاسمة، ماشي واحد غادي يدوب ويتخلع مني ويبدا يقفقف. ما أدركته أيضا هو أنني كنت في دار غفلون، ما كنتش عارف شنو كيدور بيا. فمثلا ما كنتش عارف بلي عدد من بنات الحومة كان عجبهم، ما كنتش عارف بلي الأستاذة ديال الاجتماعيات كتشوف فيا خلصة وفي السر، ما كنتش عارف بلي عندي قدرة ديال الإعجاب. وانتم اللي كتسمعوا هادشي عندكم قدرة في جذب التيتيز وما عارفين والو. الأمر أبعد من ذلك. اكتشفت أنني مني كنهضر مع الدراري صحابي وكنشوف لهم في عينيهم كيسمعوا لي مزيان، كيحترموني كتر، وكيعتبروني عندي كلمة، عندي شخصية قوية. ما كنتش عارف بلي الرجال ديال الحومة الا شفت في عينيهم غادي يحترموني ويقدروني ويسلموا عليا كل ما دزت من حداهم، بل ويعرضوا عليا القهوة والجلسات المحترمة وغير المحترمة. كان العالم حولي يتغير، لكن ما كان يتغير حقا هو أنا. هذا الإعجاب ديال الناس والتقدير والاحترام خصوصا من الجانب النسوي خلاني بدون ما نحس نولي واثق من راسي بزاف. بدون ما نحس وليت كنتهلا في راسي، كنلبس مزيان، كنحسن مزيان، كندير البارفان، ديما كندوش وديما نقي. هاد الثقه خلاتني نتمشى ببطء ومستقيم، وليت كنحس انا هو النمبر وان كيف ما تيقول محمد رمضان. بديت كنزعم منين كنشوف البنت كتحشم وانا عيني في عينيها وكتحضر راسها وكتبتسم، كنت كنحس بالسعاده. ما بقيتش في مرحله الضعف، بل وليت كنخلق نوع من الارتباك والانصياع في البنت. وليت كنجيب الكفه ديال الميزان جهتي. واش نوقف؟ لا ابدا. الثقه في النفس والمكانه اللي ولا كيمنحها ليا المحيط
اللي داير بيا خلاني نبدا بالمبادرة الأكثر جرأة. اكتشفت مبدأ آخر في التلواطولوجي، هو الكونتاك فيزيك، اللمس. باش نكسر حاجز الإحراج بيني وبين تيتيزا، وليت وانا كنهضر معاها كنحط يدي في الكتف ديالها، في الساعد ديالها، وفي الجنب ديالها، وكان كيعجبهم الحال. اوه، بل اكثر من ذلك، منين كنتصرف بهذه الطريقه كتولي البنت تتصرف معايا بعفوانيه. عاقت عليكم بعد عفوانيه. ولات البنت كتعامل معايا بحال الا كتعرفني مزيان. بدات علاقتي مع البنات كتختلف، والتصرف ديالهم كيتبدل من السلام خويا لاباس الطريق جيتي بوغوس بهاد اللبسه هادي، وموده ما شفناكش، راك معروض لعيد ميلاد ديال هاجر، يلا معايا انا ورجاء نراجعو، واخا تمشي معايا في الطريق. انت هو اللي كتعجبنا في الدراري. اوه، ما فهمت والو. واش كاع هادشي حيت كنشوف فيهم؟ ليس فقط هادشي تبدل لانني وليت مهلي في راسي، وليت واثق من نفسي، ولات عندي كلمه، ولات عندي سلطه واحترام، وليت كنولي انا هو الجائزه. انني كنشوف البنت وكنهضر كيعني انني كنسمع ليها ومهتم بشنو كتقول. وهذه حاجه مهمه مع هاد البنات، كتبغي الراجل يسمع ليها وهي كتهضر، كتبغي تسمع هو اللي. ومن بعد فهمتك، كنحس بيك، حتى انا. انتي حمقى، انتي هبيله، عجبتيني في هاد الهضره هادي، الى اخره. هاد الميكانيزمات خلاوني نحس بالضعف ديال البنت، واخا الجدار ديال العياقه والفهمه والدفاع كبير، والبروتوكول اللي كدير ولا كلشي كيتبخر. منين كنشوف ليها في عينيها كنبتسم ليها، وانا كل ثقه وكل كاريزما. ولات كدوب منين وليت كنحط يدي على جنبها ملي كتكون حزينه، وكنجي كنسولها بكل تفاهم وكل رقه، وكنحط يدي على كتفها، كنمسح الدمع اللي في وجهها، وكتعنقني واخا راني ماشي خوها، بل مجرد ولد الجيران ولا صاحبها في الدراسه. تبا وليت كنحس بلي انا شرير، ولات عندي البصمه ديالي والاسلوب ديالي، وليت كنزيد نطور الافكار، وكل مره كنزيد تحدي. والتحدي ديالي هو نتعرف على البنت اللي غادي تسالي معايا بكل المقاييس. وهنا ادركت ان المحيط الدراسه لم يعد كافيا، بل خاصني نتمرس في اماكن اخرى، وكل مكان هو حقل التجارب وميدان يجب امتلاكه. وهنا أدركت أيضا أن البنات الزوينات ماشي بالضرورة في الحومة ديالك والليسي، بل خاصك تدخل راسك في حلقة اجتماعية جديدة. كانت فترة ديال الجامعة، وليت كندوز وقت الفراغ ديالي في الكليات المجاورة. كلية العلوم فيها التيتيز زوين وشعبي، كلية الحقوق فيها التيتيز الرخيص والتيتيز ذو المكانة الاجتماعية العالية ماديا، والاستثناءات في كل مكان. تعرفت على الكثير من الأصدقاء في كل مكان، في دور الشباب، في الأنشطة الموازية للدراسة، في الرحلات، في الأندية الليلية، وفي المحيط الرياضي اللي كنت كنشيط فيه، واللي أتاح لي الفرصة نتعرف على ناس من دول ومدن عدة. أدركت أن العالم ينتظر فقط الاكتشاف. قبل 3 سنين من الآن بالصدفة تفاجأت باللي كاينين الناس كياخدوا الطلوات بنظرة علمية. اكتشفت شخصية فريدة، هو المدرب مايستري اللي عطى دروس كيفاش تصرف بهاد الطريقة، وإلا تصرفتي بهاد الطريقة غتعطيك هاد النتيجة. وهنا جات الفكرة باش ننشأ هاد الصفحة ونعطيكم لاباز لكل تصرف مضاد بينك وبين التيتيز، يعني كيفاش تجاوب وكيفاش تهرب من لي تيست ديال الدريات. وهادشي غيخليك ديما رابح اللعبة.